ادخل يلا اتفضل. لا استنى ما اعرفش يمشي. طيب اتفضل. علامة النصر. الحمد لله على السلامة. كويس، فرحان انك جيت؟ اكيد طبعا. اكيد ده انا هبوس تراب مصر ان شاء الله. طب انا عايزاك اشوفك كنت ببص عشان الناس اللي عايشه في مصر بس تعرف قيمه مصر. اكيد طبعا والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كويسين في طبرق الحمد لله كنا عايشين في طبرق. انت ليبي؟ انا ليبي وبحيرة. احنا يا عم عايزين المصريين بتوعنا يجوا لنا. هو ماشي الليبيين حلوين وكل حاجه بس احنا عايزين المصريين يرجعوا لنا. عمركم برضه شغالين على الخط واحنا من البحر. اهلك قلقانين عليك؟ اكيد طبعا اكيد قوي. ها؟ كتير ليه عايز تعيط طيب؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان احنا رجعنا مصر. طب انزل لي ثانيه بس. لازم اهلك كانوا بيكلموك يقولوا لك ايه؟ مين؟ اكيد قالوا لنا تعالوا ما تقعدوش في مصر، هناك اكتر من كده يعني. قلنا لها ماشي مفيش اي مشاكل. بقالك قد ايه؟ بقالي 10 شهور. 10 شهور. 10 شهور. الحمد لله. جيت مصر، دي مصر اهي. ام الدنيا. ام الدنيا. بتحبها؟ اكيد طبعا. اكيد. الف حمد لله على السلامه، واحنا سعداء جدا باي مصري بيرجع بلده. الحمد لله رب العالمين، واحنا سعيد ان احنا اتكلمنا معاكي وان احنا شفنا حضرتك يعني. ربنا يخليك وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الحمد لله رب العالمين. شكرا. السواقين الليبيين دول اجدع ناس، بدل بتجيبوا لنا المصريين تبقوا اجدع ناس. ابتدت العربيات تزيد، اعداد بتدخل، يعني كل عربية فيها 10 و12 واحد. دخل يمكن دلوقتي 5 أو 6 عربيات، يعني دخل يمكن 100 مصري واحنا واقفين في ال5 دقايق دول. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. عامل ايه؟ والله الحمد لله. وصلت مصر؟ الحمد لله رب العالمين. مبسوط؟ الحمد لله. منين انت؟ انا من البحيره. بحيرة. كنتوا قلقانين؟ طبيعي كنا قلقانين. خفتوا؟ اكيد طبعا، بس حاجه تشرف لينا يعني ان السيسي عملوا ده. حاجة تشرف. رفعت راسنا كتير. الحمد لله. عمل لكم ايه؟ عمل لنا كرامه كبيره يعني. الحمد لله. الحاجة كويسة قوي ان انتوا رجعتوا. الف حمد لله على سلامتكم. وقبلكم برضه ديت حاجه تشرف. هتلاقي كل الجيش والشرطة والناس بتاخدكم بالاحضان. ده على دماغنا طبعا. لو مشيت في مصر قلت انا راجع من ليبيا هياخدك بالحضن وهو ما يعرفكش. ده شيء على دماغنا من فوق. احنا خايفين قوي عليكم هناك. لا بارك الله فيك، قايم بالواجب وبزياده يعني والله. ربنا يخليكم وبشكركم والف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. نورتوا بلدكم. مبسوط انهم رجعوا؟ طبعا بجد والله. اصل انا شايفه معامله الشرطه بقلب قوي معاهم. طبعا، ده بلدهم طبعا. ربنا يحفظكم ان شاء الله. ربنا يحفظكم ان شاء الله. انت مصري ولا ليبي؟ لا انا ليبي. انت ليبي؟ اصلا من مصر. اصلا من مصر؟ من مصر، وعيالي في مصر قاعدين في الفيوم قاعدين. وان شاء الله البلاد العربيه بخير وربنا يطولنا في عمر السيسي. انت ليبي وبتقول ربنا يطول عمر السيسي. ليه؟ اصل هذا يعني خليفه عبد الناصر والمصر لازم. تحب انت الزعماء الزعماء هي ولادك ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك فندم. كانوا خايفين عليك اهلك؟ اكيد طبعا. اكيد. كانوا بيقولوا لك ايه؟ والله دايما على طول انزل انزل انزل. فنزلت. نزلت الامر الله. لميت نفسي ونزلت. امر الله. الاستاذ احمد الزحفيه ده. احمد مين؟ المذيع احمد. المذيع انا ممكن ابدل لك مذيع احمد. هتقولوا مين المذيع احمد ده؟ احمد دي مذيع ما عندناش ولا مذيع اسمه احمد. اتفضل
الناس في القاهرة وناس في صدى البلد. انت عملت انا والله احمد ايه؟ والله ما اعرفش الاسم. نجيبهولك اسمه احمد ايه بس عشان يفرح بنفسه دلوقتي. والله ما اعرفش اسمه عن اسمه احمد كده، دي بيطول بس في الليل. مش ولا واحد اسمه احمد بيقعد ساعتين. مين احمد اللي بيقعد ساعتين على الهوا ده؟ احمد موسى. احمد موسى على صدى البلد. تحية لاحمد موسى من شعب ليبيا، ممتازين يعني، من المذيعين ممتازين. وان شاء الله يا رب. استاذ احمد موسى تحية خاصة ليك. تحية خاصة من فرج احمد عبد الله، من حي الاستاذ موسى احمد موسى. تحية للاستاذ احمد موسى من فرج. اهلا بيك والحمد لله على السلامة. استاذ احمد موسى عنده مشاهدة في ليبيا. مجيش في بالي خالص، انا اسفة، مش مجيش في بالي خالص استاذ احمد. ابتدت العربيات تيجي ورا بعض وابتدت الاعداد تزيد جدا جدا جدا. كنت محبطة في الأول، شايفة 2 3 جايين، واضح إن كان كله قايم من الصبح بدري، أعداد كبيرة جدا راجعة على أرض الوطن سالمة. ألف حمد وشكر إنهم رجعوا بألف سلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيت الحمد لله. تمام الحمد لله. وصلت الحمد لله. نحن وعيالك هنا؟ في مصر إن شاء الله. فين؟ في البحيرة. في البحيرة. خلاص مش ترجع تاني؟ خلاص ما عادش إن شاء الله. قاعد في مصر على طول. ربنا يسلمك. ألف حمد لله على السلامة. سلام. الله يسلمك. طبعا بيقوموا بتفتيش كل الشنط اللي داخله. قوات الامن بتفتش كل الشنط اللي داخله وبتعمل فحص للباسبورات، ولازم طبعا يتاكدوا ان هم مصريين. يعني في ناس داخله بشهاده الميلاد وكده رفضوا ان هم شهاده ميلاد ليبيه يعني، وان هم اصلهم مصري وحاجات كده. لازم يبقى في باسبور مصري. الحمد لله على السلامه. اضحك. الحمد لله. كله بيقول الحمد لله، كله بيقول الحمد لله. الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني، وأخدمني على صدرك أرتاح من همي، وبأمرك أشعلها نيران. يا ملك متسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب. يا ملك متسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب. أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. أنا شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة. ده زعيمك خلاكي زعيمة بطريق الخير والعمران. اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس، وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. هي دي رسالة حلقتنا النهاردة. اللي هيرزقك هناك هيرزقك هنا، لأن هو ربنا اللي بيرزق مش البلد اللي بترزق. اوعى تقول اكل عيشي او قوتي، لان اكل عيشك وقوت عيالك هيجيلك في اي حتة انت موجود فيها. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. من السلوم بنحييكم. آلاف المصريين دخلوا النهاردة من معبر السلوم
الجيش والشرطة عامل مجهود غير طبيعي في تفتيشهم وفي الترحاب بيهم وفي دخولهم وفي إجراءات رجوعهم. ربنا يا رب مش يحفظ مصر بس، ربنا يحفظ الوطن العربي كله، لأن أكيد الشعب الليبي برضو فيه كبوة، ربنا يزيح عنه ويعافينا وتاني وتالت ورابع من كل مكان. هقول لكم توحدوا وابقوا واحد، عشان طول ما احنا واحد هنبقى أقوياء جدا ومش هينفع حد يدخل لنا من أي حد. الحمد لله على سلامة المصريين، ألف حمد لله على سلامتكم، وألف حمد وشكر إن احنا قادرين نحافظ على بلدنا لغاية دلوقتي، وألف حمد وشكر على كل واحد دخل من البوابة اللي هناك دي. في ناس كتير قوي استغاثت امبارح وقالت إنها مش قادرة ترجع. هكلم مستشار الإعلامي برئاسة الوزراء أعرف إذا كان هم توصلوا إن فعلا في صعوبة لبعض المصريين إن هم يوصلوا مصر أو لأ، وهنرد عليكم في حلقة النهاردة إن شاء الله. أشكركم وتحيا مصر. كما وجهت أجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. على بالي على بالي حبيبي، على بالي على بالي على بالي ابن بلدي. كلها كده بالدقة أحسن من ما نروح نشرط في بلاد الغير وما يكونش لينا كرم. يا مصري لولا لو ألف لا تهجر بلدك وتسيبنا بلدك بيك أولى. لا يا مصري لا لا لو ألف لا لتهجرنا وقلبك يقسى، لتبعد وحبايبك تنسى. ليه اعرفوا قيمة وطنكم واعرفوا قيمة بلدكم قبل ما يفوت الأوان. فين الجواب فين الرسالة هتبعتهم؟ أوام نسيتها أنا وبعتهم. مين يصحى في الفجر يقدر لك؟ قوم يا مؤمن قوم واشكر ربك. مين في المحنة يقف جنبك ويقول لك ربك بكرة يعدلها في أوانها؟ والله لو ألحس تراب بلدي ما هطلع منها. لا يا مصري لولا لو ألف لا تهجر بلدك وتسيبنا بلدك. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لا يا مصري